الولد ده دخل المطعم علشان ياكل. كان في واحد قاعد على الترابيزه بيحط ايده في جيبه علشان يطلع تليفونه، فلوسه وقعت، فالولد جاب له الفلوس من الارض واداها له، قال له خد بالك. ودخل المطعم، قابل صاحب المطعم قال له لو سمحت الاقي عندك طبق مكرونه ب4 يوان؟ قال له يا ابني مفيش حاجه ب4 يوان دلوقتي. قال له طيب معلش اصل انا جعان جدا، ممكن تعمل لي طبق على قد ال4 دول؟ قال له طيب خلاص، روح اقعد على الترابيزه وانا هجيب لك الاكل. فاخد الطبق وحطه للولد، فالولد قال له معقوله كل ده ب4 يوان؟ قال له لا، ما انت حظك كويس، النهارده المطعم عامل عرض. الولد اكل ومشي. الراجل اللي كان موجود في المطعم راح يحاسب صاحب المطعم، قال له انا سمعت ان عندك عرض النهارده. قال له مفيش عروض. قال له انا لسه سامعك دلوقتي بتقول للولد. قال له الولد ده مسكين وجعان ومش معاه فلوس، فاضطريت ان اقول له كده علشان ياكل من غير احراج. فحاسب على الاكل ودفع له فلوس زياده. جميل انك تعمل خير وتعلم غيرك انه يقلدك، وان يبقى في سباق على الخير، والاجمل جبر الخواطر.